ما احنا دافنينه سوا. هو ايه اللي دافنينه سوا ده؟ تعال اقولك. كان في 2 تجار بيبيعوا زيت، كانوا بيلفوا بيه على ظهر حمار من مكان لمكان. في يوم كان الجو حر جدا، الحمار ما قدرش يستحمل الجو فمات. واحد فيهم قعد يبكي على الحمار وقعد يعيط على الحمار كتير. التاني قال له اسكت وكفاية بكاء، انا جات لي فكرة لو نفذناها هنكسب من وراها ذهب. احنا هندفن الحمار ده فوق الجبل اللي فوق ده، ونبني عليه ضريح ونعمله مقام يعني، وندعو الناس بقى يتباركوا بالمكان، واحنا بقى نبيع الهدايا والنذور ونكسب. وفعلا صاحبه عجبته الفكرة جدا وقال له يلا بينا ننفذها. وعدت الأيام وهم شغالين الله ينور، والناس بتيجي وهم بيكسبوا. بس واحد فيهم ابتدى الطمع يلعب في دماغه، فكر في حيلة يشتغل بيها صاحبه علشان ياخد المكسب لوحده. قال له أنا شفت منام إن راجل صالح زاهد جالي في المنام وهو غضبان وبيطلب مني إن صاحبه يسيب المكان والضريح ده وإلا سيحل عليه غضب شديد. صاحبه سأله مين الراجل الصالح ده؟ قال له اللي مدفون في المقام. صاحبه قعد يضحك وقال له مقام مين وصالح مين؟ ده احنا دافنينه سوا.